كنت متخيل النجاح اللي وصلت له؟ انا عندي قناعه ان انت لو تعبت هتنجح، او لو تمام. بذلت مجهود جامد قوي لازم تنجح. عارفه ده جالي منين؟ من جدتي الله يرحمها. الله يرحمه. هي كانت ست ذكيه قوي بس ما كانتش متعلمه. وهي 60 سنه كده مش متعلمه. قررت انها انا يا رب هموت وما بعرفش اقرا قران وكده، بس بسمعه بس. فقررت انها تتعلمه وهي 60 سنه، او يمكن عشان بس اقل سنه اكتر سنه في الحدود دي يعني. ابتديت اتعلميه ازاي يعني؟ احكي لي كده اتعلمتي ازاي؟ بقت تشغل اذاعه القران الكريم وتمسك المصحف وتقعد تسمع وتبص على الحروف، واتعلمت. والله بتقراه وبالتجويد احسن من اي حد متعلم. مع العلم ايه يعني، لو جت تقرا حاجه تانية عاديه تلاقيها مش عارفه تقراها، بس بصي لدرجه ايه. فاللي يخلي تيتا الله يرحمها وهي كده تقدر تتعلم ده وتوصل لانها القران الكريم صعب جدا طبعا. جدا يعني جدا انك تقرا وتقرا تجويد من غير اخطاء وايه. وبعد شويه بقى لو انت قريت تقول لك لا هنا غلط، انت بتقول كده الحاجات الاحكام التجويد والكلام ده كله. فكانت وصلت ليفل حلو جدا. فكان عندي قناعه ويقين من ساعتها انه لا انا هبذل مجهود هنجح. ما هو اللي خليها توصل لده، لا انا ما ببذل مجهود هنجح.